شاركت حتى الآن في كثير من المعارك. في البداية كان الأمر صعبا. عندما ذهبت إلى الجبهة رأيت بأم عيني كيف تموت رفيقاتي بجانبي، وشهدت هجوم مقاتلي تنظيم الدولة علينا بشراسة وقتلهم لبعضنا. إنهم عديمو الإنسانية. أفضل أن أقتل نفسي على أن أقع بأيديهم، فذلك أفضل، خاصة بالنسبة للمرأة. عليك أن تتوقعي الأسوأ منهم. أصبح لدى الفتيات في روج آفا مفهوما جديدا لدورهن في المجتمع الكردي، ويردن الدفاع عن حقهن في المساواة بأي ثمن. العرب يرون نساءهم بشكل مختلف عن الأكراد، فاستقلال المرأة عار بالنسبة لهم. أما لدى الأكراد فنحن نشارك في القتال ونعمل في المؤسسات أيضا. هذا ما لا يوجد لدى العرب، ويرونه غريبا أيضا. يوجد في روج آفا 45,000 مقاتل يحملون السلاح، وتشكل النساء حوالي الثلث. بارفين واحدة منهن، وتتدرب في معسكر النساء قليلات الخبرة مع السلاح.